كم مرة كنت فيها حزيناً وأبكتك أغنية لا تبكي يا صغيري؟ لا أنظر نحو السماء. أو كان لديك منافسة وأشعلتك حماسة شارة أبطال الكرة؟ أو أحببت وطنك ووعدته بأن تعود إليه وتزرع فيه الأغنيات؟ أو أحسست باليأس وأنقذتك موسيقى عهد الأصدقاء؟ هل هذه مصادفة أم سر خفي؟ فالملايين من الشباب العربي يجتمعون في هذه النقاط ويستمعون إلى نفس الأغنيات، فما السر؟ الأمر استغرق سنوات من العمل الطويل والجهود الخبيرة في الكتابة والصياغة والتنقيح والتلحين والتوزيع، إضافة إلى الحناجر الذهبية التي أوصلت هذه المشاعر للجمهور. لأن سبيستون اختارت أنها ستكون قناة شباب المستقبل والمتحدثة الرسمية بأسمائهم، وبالتالي هي القادرة دوما على فهم مشاعرهم والتعبير عنها بالشكل المناسب. فلم تكن الأغنيات عبثية أو لتصف مجريات العمل فقط، بل كان الموضوع أكبر من ذلك بكثير. وكما تنوعت الأغنيات من ناحية المشاعر، اختلفت أيضاً من جانب المواضيع المطروحة فيها. فستجد في مكتبة سبيستون كثيراً من الأغنيات الحماسية والمشوقة، كما ستجد عشرات الأغنيات التي تحتفي بالصداقة والأخلاق الحميدة والوقوف بجانب الحق والشجاعة والبطولة وتحقيق الأحلام والانتصار على الظلم وحب البلاد الصادق والحقيقي. هذه الأغنيات حية حتى اللحظة ومتداولة في كل حدث كبير، لأن الفن الحقيقي لا يزول، وسبيستون بدورها ما زالت محتفظة بهذا السر الخفي القادر على جذب الأطفال وزرع كل الصفات الحسنة فيهم من خلال الأغنيات.